بناء على تقرير مستر جوزيه بيسيرو مدير الفني السابق لنادي الزمالك، نادي الزمالك ولجنة الكورة قرروا ان في نهاية الموسم في 11 لاعب هيكونوا خارج نادي الزمالك، سواء بنية البيع او بنية الاعارة، لان دول حتى لو ما توفر لهمش بدلة او ما تمش تعاقدات بشكل كافي برضو مش هيكون ليهم مكان، لان وجودهم في نادي الزمالك من وجهة نظر لجنة الكورة عيب في حق نادي الزمالك وضغط كبير على اللعيبة، لان اللعيبة دول قاعدين في الزمالك ما بيأدوش ومستقبلهم الكروي بيضيع، فبالتالي لا بيفيدوا نفسهم ولا. اللي هيسألني عن أسماء اللعيبة دول، أنا اللي أعرفه إن منهم محمد عاطف وسيف فاروق جعفر والثنائي جيفرسون كوستا وسيدي نضاي، وبعض الاسامي انا مش عارفها بالظبط هم مين، لان التقرير طبعا ما اتنشرش ومحدش عارف مين هم بالاسم يعني، ولكن من مؤكد ان اللي انا قلت عليهم دول هيكونوا خارج نادي الزمالك، لان في قاعدة مع الثنائي الأجنبي عشان يتم فسخ تعاقدهم بشكل ودي، وكمان تم التعاقد مع مدير تسويقي عشان يشوف بيعة أو إعارات وحاجات يستفاد منها النادي ماديا من بعض اللعيبة. كان في خلاف او مشادة بين كابتن عماد المندوح مدرب الحراس ومحمد عواد حارس الفريق، وكانت في بعض المشادات بينهم، وكانت الدنيا بينهم مش تمام في الفترة الأخيرة، ولكن على ما يبدو إن كابتن أيمن الرمادي نجح إنه يهدي الأوضاع بينهم وظهروا مع بعض كلهم، والابتسامة في وش محمد عواد. البعض كان بيشوف محمد عواد وهو بيستقبل كابتن عماد كان التكشيرة في وشه مش عايز يتكلم معاه، وكانت الدنيا بينهم مش تمام، بس الحمد لله يعني على ما يبدو ان كابتن ايمن الرمادي نجح انه يلم الليلة ديت، ودي في حد ذاتها تحسب له. حاليا بيتم تجهيز بديل الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق تحسبا لرحيله. دكتور محمد أسامة في الفترة الأخيرة جاله عروض كتير جدا، وفي الخليج وفي الإمارات، عشان يعني ياخد مرتبات أعلى وكده، فبالتالي وارد جدا رحيله في أي وقت، خصوصا إن في ناس كتير جوه نادي الزمالك مش قابلين وجوده، وبيقولوا إنه بيصرف مصاريف كتير، وإن اللعيبة تحت إيده بتاخد أوقات كبيرة عبال ما بتتعالج والكلام دوت، فالدنيا بينه وبين مجلس الإدارة مش في أحسن حال، فبالتالي وارد جدا رحيله في أي وقت. والدكتور اللي مرشح اسمه دكتور أيمن فريد، والاسم دوت يعني مطروح وتم يعني اتفاق مبدئي معاه في حالة ان في بداية الموسم الجديد ما كانش موجود دكتور محمد أسامة هيكون هو طبيب الفريق. وعموما من هنا لنهاية الموسم كل شيء هيبان. تم تأجيل ملف رحيل حمزة المسلوسي عن الفريق لنهاية الموسم. ليه؟ لأن من الوارد جدا إن ما يتمش التعاقد مع مدافعين جدد، وإن يكون عندك أزمة في الناحية ديت، ومن الممكن برضو إنك ما تتعاقدش مع شكل عدد كافي من المحترفين، خصوصا إن اللي موصف بقائهم من المحترفين الموجودين في الفريق بالكامل هما اتنين، المغربي محمود بن طارق والمغربي صلاح مصدق، والباقي غالبا هيكون خارج الفريق بما فيهم الجزيري. فبالتالي من الوارد ان يكون عندك مكان لمحترف وانت يكون عندك ازمة في الدفاع، فبالتالي تحتاج لحمزة المسلوسي، فعلشان كده تم تأجيل رحيله الى نهاية الموسم.